السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض السمنة البلدي او السمنة الفلاحي او الزبدة الصفراء زي ما بتسموها. هنبدأ نعملها كده في البيت بخطوة بسيطة وبحاجة سهلة كده وبسيطة، هتفضل محتفظة بالريحة والطعم بتاعها طول السنة من غير ما يغير ولا ريحة ولا طعم ولا تبوظ معاكي. ان شاء الله هتقعد معاكي سنة كاملة من غير ما اي حاجة فيها تتغير. ونبدأ ونقول بسم الله. واول حاجة معانا الحلة بتاعتنا، ودي خطوة اساسية ان انت تطهريها كده وتعقميها بمية سخنة مغلية وتنشفيها، مش عايزين فيها ولا نقطة مية. واهم حاجة الحلة بتاعتك ما يبقاش فيها اي ريحة من الخضار اللي انت كنت طبخاه فيها قبل كده، يعني نتأكد ان هي ولا فيها ريحة ولا فيها مية. ونعملها نغسلها بمية سخنة مغلية عشان تتطهر وتتعقم، عشان طبعا احنا عايزين السمنة البلدي تقعد معانا سنة بحالها في التلاجة من غير ما تبوظ ولا تعمل لنا اي صوفة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نحط السمنة بتاعتنا وعلى نار هادية خالص، وهنسيبها لما تسيح وتفك كده مع نفسها. طبعا انا هنا بوريلكم الريمة البيضة اللي بتطلع معاها دي بتبقى بقايا اللبن اللي بتبقى موجودة في السمنة. طبعا كل ده هينزل في قعر الحلة ويتحول لمرتة، المرتة اللي احنا بناكلها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اللون بتاعنا اصفر وجميل. عندنا نوعين من السمنة البلدي، سمنة جاموسي وسمنة بقري. تفرق ازاي ما بين الجاموسي والبقري؟ طبعا الكورة كده بتاعة السمنة لما تشتريها بتبقى فاتحة تعرفي ان هي سمنة جاموسي، لو لقيتيها مصفرة شوية تعرفي ان هي دي سمنة بقري. وهما الاتنين طبعا لا يعلى عليهم افضل من السمنة النباتي. احنا طبعا ما بنستغناش عن السمنة البلدي، بنحب نحط كده حبة بلدي حبة نباتي ونمشي حياتنا طول السنة بحيث ان احنا ناخد ريحة وطعم من السمنة البلدي وفي نفس الوقت نوفر ونحط معاهم السمنة النباتي. بس بحب احط دي لوحدها ودي لوحدها. هنسيبها كده لحد ما تغلي زي ما انتم شايفين كده، برضو كل ده على نار هادية. ولو عندك شياطة حطيها تحت الحلة بحيث ان هي ما تتحرقش معاكي. زي ما انتم شايفين بدأت تغلي معانا كده على نار هادية. هنحط المكون الأساسي معلقة كبيرة من الملح. الملح ده هيحافظ لنا على الصلاحية بتاعة السمنة بتاعتك، كأنها مادة حافظة، كأن انتي بتعمليها كده مدة صلاحية بتاعتنا ان شاء الله، وهي دي اللي هتدي طعم للمرتة. فانتي لو انتي بتحبي الملح كتير ممكن تكتري الملح، لو بتحبي المرتة حادقة، لو بتحبيها مظبوطة يبقى الحلة دي كفاية عليها المعلقة بتاعة الملح. هتديها كده يعني هتحافظ لك عليها كأن هي مادة الحافظة اللي احنا حطيناها هي معلقة الملح بتاعتنا. هنسيبها كده تبدأ تغلي ومن حين لآخر نقلبها بحيث ان احنا نتأكد ان الوش بتاعنا او باقي اللبن بتاعنا بدأ ينزل كده في قعر الحلة. زي ما انتم شايفين هي خلاص كده بدأت تستوي وبدأ كل الأبيض اللي كان على وش السمنة ينزل تحت. خلاص كده احنا هنقلبها تقلبتين وهنطفي عليها ان شاء الله ونسيبها لحد ما تبرد. زي ما انتم شايفين احنا مش عايزينها تتحرق معانا ولا المرتة بتاعتك تتحرق، لازم كل فترة تقلبي وتتأكدي ان المرتة بتاعتك ما اتحرقتش او لزقت في الحلة او السمنة بتاعتك طلعت ريحة. لا احنا عايزينها على نار هادية وشياطة تحطيها كده تحت الحلة وتبدأي كده بحيث ان الوش بتاعك ينزل. انا هنا طفيت عليها بس طبعا لسه الحلة سخنة ولسه بتغلي، فهسيبها كده لحد ما تبرد وبوريلكم اللون الذهبي الجميل بتاعنا، لون الزبدة الصفراء او لون السمنة الفلاحي الجميل بتاعنا. وما اقولكيش على الريحة. هنا المرتة بتاعتنا خلاص استقرت في قاع الحلة. طبعا هنصفيها، عندك مصفى او هتستني لحد ما كل اللبن ده ينزل في قعر الحلة براحتك. انا استنيت عليها طبعا لما تبرد عشان نحطها في العلبة بتاعتنا او في البرطمانات حسب ما انت هتخزنيها. انا هنا بحب احط شوية في البرطمان صغير واحطها في المطبخ، والباقي بحطه في علبة بلاستيك واحطه كده في التلاجة يقعد معايا طول السنة. زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعها بيتكلم عن نفسه والريحة خطيرة. وهنبدأ نحط في العلبة حسب العلبة الموجودة عندك، أهم حاجة يبقى ليها غطا ومحكمة الغلق تتحط كده في التلاجة. أنا بحب أحطها كده في التلاجة واغطيها واحطها جوه كيس واسيبها كده جوه التلاجة. اول ما البرطمان بتاعي اللي انا ملياه ده يخلص اطلع حبة تاني واملى البرطمان واسيبه كده على الرخامة استعمل منه. زي ما انتم شايفين السمنة بتاعتنا طالعة خطيرة ولونها فاتح ولونها
دهبي. ان شاء الله لما تبرد هوريها لكم كده في اخر الفيديو. واتبقى المرتة في قعر الحلة. هنبدأ كده نجيب برضو البرطمانات دي، انا غسلاها برضو بمية سخنة ومعقماها كده ومصفياها زي ما انتم شايفين. هنبدأ ننزل فيها كده بالمرتة بتاعتنا اللي اتبقت في قعر الحلة، اللي هو كان وش اللبن طبعا، وحطينا معاه المعلقة بتاعة الملح عشان تحفظ لنا السمنة بتاعتنا. فطبعا كل ده نزل في القعر بتاع الحلة. وطبعا هتقولي لي انا المرتة بتاعتي بتطلع ناشفة مفرولة معايا، لا انا بتاعتي طالعة طرية وناعمة. اهم حاجة ان انت ما تسيبهاش تقدح على البوتاجاز فترة طويلة، وهتطلع لك بالشكل الجميل ده. وهتسيبي معاها كده حبة سمنة بلدي جوه المرتة، بحيث ان انت لما تطلعي المرتة دي تعملي منها حبة بيض، تعملي منها سندوتش، تبقى جميلة ان شاء الله. انا بحب اعمل بيها البيض المقلي، بتبقى طعمها خطير. وادي السمنة بتاعتنا بعد ما بردت وبعد ما اتجمدت زي ما انتم شايفين كده، اللون بيتكلم عن نفسه وطالعة ريحة وطعم خطير. انا بسيب هنا كده البرطمان الصغير ده على الرخامة، والمرتة بتاعتنا دي برضو على الرخامة. بعمل منها بيض مقلي للفطار، او حبة بيض كده سلقتيه تحطي معاه معلقة مرتة وتقلبيهم، او سندوتش جبنة ومعاه مرتة، بيبقى طعمها خطير. والعلبة الكبيرة دي انا بشيلها في التلاجة بعينها كده، لما احتاج منها او البرطمان ده يخلص بملاه مرة تانية واستخدمه. زي ما انتم شايفين بتقعد معايا من السنة للسنة. وده كان فيديو النهاردة وسمنة النهاردة. لو عجبك فيديو النهاردة ما تنسناش كده باشتراك ولايك. خدي فكرة واطبخي بكرة. ومع